السلام عليكم. الفيديو ديال هاد النهار ان شاء الله غنشارك معكم فيه كيكه ديال الكوكوط بمذاق القهوه او الشوكولا، كتجي ولا اروع. كيف ما كتشوفوا كتجي اسفنجيه وكتجي هكا مهويه من الداخل. كطيب بسرعه بمقادير عاديه ديال الكيك. حنا غنديروا غير المذاق ديال القهوه والشوكولاط اللي غنضيفوا ليها. تابعوني لاخر الفيديو باش نتعرفوا على المقادير والطريقه في نفس الوقت. على بركة الله المقادير. غنحتاج لهاد الكيك هذا جوج ديال البيضات بحرارة المطبخ. غنحتاج كذلك كاس قل ربع ديال السكر سنيدة، العبار دائما بكاس العنبة. كذلك كاس قل ربع ديال الحليب، يكون هكا شي شويه دافي اولا غير نخرجوه من الثلاجة على بكري. كاس قل ربع ديال الزيت. عندي الطحين هنا مغربل حسب الخليط. معلقة كبيرة ديال الكاكاو. كذلك غادي نحتاج واحد المعلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان أي نوع كان عندكم، ساشي ديال الفاني و3 ديال الخمارات. صافي وقبيصة الملحة اللي ضرورية عندنا في الملحة باش كتقاد لينا الذوق ديال الكيك. فأول حاجة البنات غنبدا بالبيض. غادي نزيد عليه سكر سنيدة وغادي نخلطهم هكا مزيان، وغادي نضيف ليهم واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نخلطهم هما الاولين هكا مزيان. نضرب هذاك البيض مع السكر حتى يذوب ليا مزيان. صافي هنا غادي نبدا نضيف العناصر الاخرى. زدت الخل، زدت الزيت وانا كنخلط، زدت كذلك الحليب. صافي هنا غادي نخلط هاد العناصر كلها وغادي نبدا ندير الطحين، وغادي ندير الكاكاو والقهوه سريعه الذوبان، وغادي نبقى غادي نخلط الخليط هكا. وانا كنزيد غير بالمعلقه، يعني شويه بشويه حتى كنتحصل على القوام اللي انايا محتاجه. ما غاديش يكون عندنا الخليط البنات ثقيل، وما غاديش يكون عندنا عاوتاني خفيف باش ما تجيناش الكيكه هابطه. صافي غندير الخمارات هما اخر حاجه. صافي من قبل البنات راني وجدت هكا الكوكوط فاش غادي ندير الكيك. دهنتها بالزيت ورشيتها مزيان بالطحين هكا باش ما تلصقش ليكم. تقدروا ديروا حتى ورق المطبخ هكا تقطعوه على شكل دائره وتفرشوه في القاع ديال الكوكوط هكا باش تفاداو انها تلصق ليكم، مع العلم انها ما غاديش تلصق الا دهنتو هكا مزيان. صافي القوام ديال الكيك هو هذا كنتحصل عليه. وغادي كيف قلت لكم نفرغ هذا الخليط هذا في الكوكوط، وكنحاول نهز يدي هكا الفوق هكا باش الكيكه تجينا شويه هكا خفيفه ملي كطيب. صافي وغادي نسد الكوكوط، غندير ليها الغلقه ديالها لكن ما غاديش ندير الصفاره، وغادي نديرها على عافيه اللي هي مهيله. يعني غتكون العافيه شاعله باقل درجه، يعني غتشعلوها فحال على ينطفى ليكم. هانتوما انا غادي نوريكم العافيه كيفاش. هانتوما راه يعني ناقصاها حتى لاخر درجه. صافي وغادي نحطها وغادي نخليها طيب. يعني اين فوا غادي نبدا نشوف الدخان بدا كيطلع من البلاصه ديال الصفاره. هانتوما البنات انا درت يدي ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. اين فوا غادي نبدا نشوف هذاك الدخان كيطلع من البلاصه ديال الصفاره من داك الانبوب، وكنشم ريحه ديال الطياب. صافي كنحل عليها كناخذ واحد الكيردون. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كنخشي الكيردون راه كيخرج لنا ناشف، يعني راه الكيكه ديالنا طايبه. هانتوما درتها من الوسط من الجناب يعني راها طابت. هانتوما انا راه قربت لكم الكاميرا، شوفوا هاد الكيردون راه كيخرج ناشف. بالنسبه للوقت ما كتاخذش وقت بزاف، يعني تقريبا واحد ما بين 16 دقيقه حتى ل 20 دقيقه فحال هكاك البنات، على حسب الكوكوط اللي عندكم. الا كانت كوكوط ثقيله تقدر تشد شويه الطياب، كانت كوكوط شويه خفيفه ردوا معاها البال باش ما تحرقش ليكم. يعني غطيب دغيا ولكن غادي تلهب ليكم شي شويه. ها انتم البنات يعني راه تحيدت بكل سهوله ما لصقات ما حتى شي حاجه. انا البنات شويه كانت غادي تلهب ليا، يعني شويه زيتها في الطياب لكن ما غاديش نوحلوا معاها البنات. هنا كناخذ الحكاكه كيف ما كتشوفوا، وكندير داك البلاصه لحرشه الحكاكه هي اللي كندير فوق الكيك، وكنبقى نحك على هاد الطريقه هذه وكنحيد هذيك الطبقه المحروقه. انا راه ما محروقاش بزاف، راه غير شويه تحمرات بالزيد حيت مع الكاكاو بانت بحال هكاك. صافي وكنحاول نحيد هذوك الحواف اللي كيكون فيهم هكا الطحين، وكنقادو الوجه ديالها. نتوما كيف ما كتشوفوا حيدت يعني واحد الكميه اللي هي كبيره ديال داك الطبقه اللي شويه ملتهبه ليا بالحريق. يعني هذا البنات حيله باش هكا اي حاجه كانت كي تحرقت ليكم هكا تحاولوا تنقذوا الموقف باش ما تضيعوش فيها. كذلك كنستعمل هذه الطريقه حتى للحلوه، الا كنتو هكا اولا الصابلي طيبتوها فوتها شويه في الطيب جات داك الطبقه بحال محروقه كنديروا ليها نفس الطريقه.
المهم هذه حيلة يعني تقدر تفيدكم. هنا البنات غادي نسقيها، خديت كاس ديال الماء دافي. الماء دافي إلا كانت الكيكة باردة، أنا البنات هنا عندي الكيكة سخونة درت غير الماء بارد، إلا خليتو الكيكة بردات ديروا كاس ديال الماء دافي، كانت الكيكة سخونة ديروا كاس الماء بارد كيف ما درت أنا. درت فيه معلقة ديال السكر ومعلقة ديال القهوة سريعة الذوبان، وحركتهم هكا مزيان، وغادي نسقي بهم الكيكة هكا باش تجينا فتية وباش تجينا هكا معلكة من الداخل. مع العلم أنتم كتشوفوا كنحط فيها الموس راه دغيا دغيا يعني كتجي مفشفشة. صافي كندير هكايا هكا ثقب بالموس هكا باش تشرب ليا مزيان هاد السيرو هذا، وغادي نسقيها. أنا البنات سقيتها بمذاق القهوة، حيت دايرة فيها القهوة هكا في الخليط هكا باش تجينا منكهة مزيان. بغيتو تسقيوها بسيرو عادي أولا بالحليب ممكن، يعني الأذواق كتبقى على حسب نتوما شنو بغيتو. صافي غادي نسقيها هكا مزيان كيف ما كتشوفوا من الحاشيات هكا مزيان ومن الوسط، وغادي نخليها حتى تشرب مزيان وتبرد على خاطرها. فهاد الكيك كل ما هكا جلست في الثلاجة كل ما كتجي ألذ، يعني هكا تصايبوها بحال هكا في الليل وتخليوها حتى للغد ليه كتجي بنينة، يعني كتشرب على خاطرها وكتعلق على خاطرها. هنا صافي دزت نصايب الكريمة، كاس ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال كريم باتيسير بودر، وواحد 2 معالق ديال السكر سنيدة. صافي هادشي اللي درت في هاد الكريمة هادي. غنضيف ليهم كذلك معلقة ديال الكاكاو. صافي ونخلط هاد العناصر ونديرهم على النار حتى تعقد ليا هاد الكريمة هادي. ممكن هاد الكريمة هادي تستغناو عليها وديروا ليها دانيت جاهز، لكم الاختيار البنات، دائما كنعطيكم البدائل. خذوا حك ديال دانيت جاهز وديروه ليها هكا من الفوق. هنا البنات من بعد ما عقدت ليا الكريمه كناخذ واحد المعلقه ديال الشوكولا ديال الدهن. انا البنات هاد النوع هذا خديته، كنستعملو غير هكا الكريمه اولا هكا شي ديسير فاش كنديرو. خديت معلقه هكا كبيره كيعطيه واحد اللذه اللي هي زوينه. اي نوع عندكم هكا ديال الشكلاط تقدروا ديروه، الا ما عندكمش الشوكولات هكا ديال الدان تقدروا ديروا هكا واحد 2 ولا 3 ديال المرصوات وتحركوهم هكا مع حد الكريمه سخونه حتى يذوب. صافي هنا غادي ندير هاد الكريمه هادي من الفوق ديال الكيك على هاد الشكل هذا، وصافي كنسرحها هكا مزيان بالمعلقه وكندخلها للثلاجه حتى كتبرد ليا الكريمه مزيان وكتشد ليا في راسها، والكيكه حتى هي كتعلاك وكتشرب داك السيرو على خاطرها. ومن بعد غادي ندوزو للطريقه ديال التزيين اللي هي كتكون اختياريه، وطريقه اللي هي بعناصر اولا بمكونات اللي توفرت عندنا باش غادي نزينوها ان شاء الله. الكيكه ديالنا البنات من بعد ما بردات مزيان وشدت راسها في الثلاجه، هنا غادي نزينها بالشكلاط ابيض. خديت هكا مرصو ديال الشكلاط ابيض هكا وحاولت نقطعو بالموس بحال كنكرطو بالموس باش كنتحصل على هاد الشرائح رولي. راه كاين كيتباع هكا، الا بغيتو تشريوه هكا جاهز راه كيتباع جاهز. صافي درت هكا درتو عليه هكا من الفوق. صافي تزيين اللي هو بسيط، تقدروا ديروا لها فيرميسيل، ديروا فيها اللوز ايفيلي، اي حاجه بغيتوها البنات ديروها. التزيين كيبقى اختياري، داكشي اللي توفر عندنا وداكشي اللي هكا بغينا وكنوعو. صافي كان هذا هو التزيين اللي انا درت. اضافه اخرى غادي نزيدها، غادي ندير ليها صلصه ديال الكراميل الجاهزه كاضافه، يعني هي كراميل كيعطيها لذة. درت أنا هذا رويال البنات، هذا الصوص هذا زوين. صافي درت هكا خطوط مزيان هكا عمرتها مزيان بالكراميل. وهنا غادي نقطع معكم هكا طريف باش تشوفوها كيفاش كتجي. هانتوما البنات قربت لكم كتجي ولا اروع. كيكه البنات اللي هي كتوجد في السريع هكا لضياف الغفله اولا هكا نوجدوها للفطور اولا الكوتي، ما بغيناش نشعلوا الفران بحكم انه كتاخذ لنا وقت في الفران. فالكوكوطه البنات راه سريعه في الطياب دغيا دغيا كطيب، والنتيجه اللي هي مرضيه وناجحه 100%. والكوكوطه البنات الا حليتوها على الكيك ما تخافوش انها غتهبط، عكس الفران الا حليناه وبغينا نطلعوا عليها عولوا عليها راه غادي تهبط. صافي يعني ضاعت لكم الكيك. الكوكوط لا حليتوها واخا تكون مازال ما طابتش راه ما غاديش تهبط لكم الكيك، كتبقى هي وشنها باقا خاصها الطياب ولا باقا خضره كنعاودو نسدو الكوكوط ونردوها الطيب، فما تخافوش منها نهائيا. هنا البنات قطعت معكم طريف، شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي مهويه ما كتجيش نهائيا مدقصه اولا معجنه. وشوفوا داك السيرو يعني شرباتو وجات هكا معلكه، زائد الكريمه اللي درنا ليها حتى هي جات
عطاتها واحد اللذة. حتى لهنا البنات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا شفتوا الوصفه كتستحق التشجيع ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وتعليق. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.